هذه بداية دخولي على الوادي. بس زي ما انتم شايفين هذا الاستقبال. وفين؟ من هنا حمشي من هنا. طب انا بمشي من هنا على الوادي فوق لين اخر شيء، بس في بير هنا لازم اروح للبير اللي اول شيء، بعدين نروح من هنا. هذه الكلاب بس الواحد ما يخاف منها ولا شيء، يقول بسم الله وتوكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله. هذا انا ماشي في الوادي، لو معايا جيب كان قدرت ادخل، لكن ابى امشي فيه نستكشف معه. حتى الان يعني ماني شايف شيء غريب في الوادي، مجرد الكلاب هذه بس عمال تلحق، واشجار ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين. يعني نوعا ما مخيف. ما ادري حشوف. سبحان الله، صدقوني يا اخوان، اي شخص يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله يدخل قلبه قوي، ما يخاف ولا من. في مياه، في اصوات، سمينا. هذه المنطقة غريبة، فيها ممشى كمان. بسم الله. المشكلة لو برجع بعدين كيف؟ المفروض احط علامات في الشجر. طلعت في منطقة ثانية. سامعين؟ هذه المنطقة. اوه وصل ذا. بسم الله. هذه المنطقة والله رهيبة، شيء اسمع اصوات الطبيعة. سامعين؟ ابى اطلع من المنطقة هذه. بسم الله. هذه المنطقة فين توديه؟ والله الشجرة ذي تقول حقت ساحرة اللي في افلام كرتون. خلوني اطلع من هنا. شوفوا في حفرة، والله ودي ادخلها بس ما ادري كيف. سامعين الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سامعينه؟ كأنه صوت طيارة بس ما في شيء، ما في شيء. بسم الله الرحمن، صدقوني في شيء هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سمعت الصوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كانت تشوي هنا، أو كانوا في النهار هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الغابة هذه ما فيها أي شيء غريب إلا الأصوات، فيها أصوات غريبة وبكم. شكلها مرة غريب. ليه كده شكلها؟ وش رأيكم أدخل من هنا؟ شوف الشجرة دي قديش طولها ما شاء الله تبارك الله. أبى أمشي من هنا. بسم الله. أنا دخلت وسط الغابة عشان الأصوات، صدقوني في شيء إن شاء الله ما فيها ثعابين. سمعتوا؟ بسم الله. بس من جد ما شاء الله تبارك الله، حتى الشكل مرة مرعب. بنزل من هنا. الأشجار كلها مرعبة. على أنها حاجة طبيعية ممكن تكون ماتت، ما في أمطار.
يا سلام، شوف المنظر. أنا فين؟ أنا تعبت، الوادي مرة كبير. أنا بتكي هنا. بسم الله بسم الله. شوفوا، أنا بقول لكم قصص عن الجن مدام نجالس في المكان هذا، والمكان هذا مرعب، فلازم أقول لكم قصص عن الجن. شوفوا الهاشتاج هذا، كل واحد يقول قصة من عنده، بس أنا بقول لكم قصص صارت معاي أنا شخصيا. القصة الأولى إنه في يوم من الأيام دخلت إحدى البيوت المهجورة اللي في مكة. طيب البيت المهجور هذا ما بذكر اسمه، لكن كان أغرب البيوت اللي سمعت فيها أصوات، كانت غريبة جدا. كان من جد الصوت صوت بشري واضح وصريح. كيف صريح؟ قاعد يقول لي اطلع، والله كان يقول اطلع. أنا هنا جتني خرشة غريبة. جيت أبى أسأل أقول أنت مين ولا إيش ولا عارف لما جيك ودي أسأل أقول أنت مين، أنت إنسان ولا جن ولا إيه بالضبط، لكن لسه دوب أبغى أسأل. والله العظيم قال لي اطلع أحسن لك. تعرفوا الشعور لما يصير جسمك حار فجأة؟ هذاك اليوم جاني. لا والمصيبة عندي فضول كمان بتأكد هذا الصوت من فين جاي. فزمان كان يعني أحد العجائز عندك كان ينصحني يقول لا تطالع وراك إذا سمعت صوت. ليش؟ يقول عشان بعدين يجيك شيء كذا يلف فمك على اليسار أو على اليمين. فكنت وعاد أنا وقتها يعني كنت أحترم أي إشاعة، يعني أصدقها بالعربي. فدخلت الغرفة اللي على اليمين. تتوقع إيش لقيت يا إخوان؟ والله على ما أقول هو شهيد. انتوا ادخلوا على الهاشتاج وحاولوا تجيبوا توقعات انا ايش لقيت على بال ما اقوم واكمل طريقي. وهذا الجذع غريب، انت داري هو الجذع شجرة ولا ايه؟ والله في اصوات، كل شيء مغيب في الغابة هذه. يعني ناس الاشجار ميتة من سنين شكلها، بس ليه ما تطيح؟ يلا خلنا نكمل. انتوا تصدقوا الصدى هذا حق الكلاب؟ يا اخي ما ادري من فين يجي. في كلب هنا. شوفوا الجذع هذا، وكمان في له منشفة، بس باين عليها لها سنين هذا المنشفة هنا. يا رب. فيا جماعة الخير، ترى الجن من مخلوقات الله، وموجود الجن ممكن تكون في أي مكان. الشجرة دي غريبة. السبدة خلاص برجع السيارة، النور حيطلع. بتكلم عن مغامرة اليوم بس بطريقة سريعة جدا، لأنه تقريبا طلع النور خلاص، يا دوب أروح أفطر وأروح أنام. هذا الوادي موجود في منطقة اسمها بني حسن، قبل الباحة تقريبا ب5 كيلو أو 6 كيلو. والوادي هذا يقولوا فيه له أشياء غريبة، وبالأمانة ما ساعدني الوقت لأني وصلت الباحة تقريبا متأخر، فنزلت الوادي. انت شفتوا كيف اللخبطة، وفي سنابات كثيرة ترى طارت لأنه ما كان في نت هناك إلا شوي. لكم إن الوادي هذا فيه له أشياء غير طبيعية، يعني من أصوات أو من زي الظل كذا، أشياء خفيفة صارت قدامي. لكن حاجة واحدة قتلتني هناك، قتلتني ضحك. يعني عارفين لما يجيك شعور الخوف مع الضحك؟ دخل وقت صلاة الفجر، فكبرت أنا بدأت أصلي هناك في الوادي لحالي أقول لك، وقرأت الفاتحة شيء طبيعي يعني جهرا. وصلت لين عند ولا الضالين، ما قدرت أقولها، خايف أحد يطلع وراي يقول لي آمين. وقرأت الفاتحة شيء طبيعي يعني جهرا. وصلت لين عند ولا الضالين، ما قدرت أقولها، خايف أحد يطلع وراي يقول لي آمين. جد لو أنت مكاني وجيت عند كلمة ولا الضالين تقدر تقولها؟ وإذا قلت وجاك واحد من ورا أو مجموعة قالوا آمين، إيش بتسوي؟ ويا رب يقبل صلاتي، وأوعدكم بكرة حتكون في مغامرة، حتكون من بدري كمان، عشان اليوم سهرتكم صراحة وسهرت نفسي. تصبحوا على خير. صح ما كملت لكم السالفة حقت لما الصوت اللي طلع لي يقول أطلع أطلع. البيت هذا مهجور من 40 سنة تقريبا، لكن أحط إصبعي كذا على الباب، على السيراميك، على الجدار، على أي شيء، ما في أي غبار، كأنه كل يوم يتغسل إلى الآن ترى الشيء. فلما دخلت الغرفة هذه لقيت شيء، يعني مو الكل ممكن يعرف اسمه لكن البعض يعرفه، شيء اسمه الجاعد. تعرفون الجاعد؟ إن شاء الله إن قلت اسمه مضبوط. الجاعد هذا اللي هو جلد الخروف أو جلد الأغنام،
بعد ما يتجفف ما ادري كيف يسووه عشان يحطوه في سيارات او في البيت وكذا، عارفين؟ فكانت الغرفة هذه مغطى بالجواعد، يعني سواء ارضية او سقف او يمين او يسار وزي كذا. وبس، وتصبح على خير.